ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هكلمك عن كرتونات مستقلة، والمقصود بكرتونات مستقلة هو كرتونات من ناس زي وزيك عادي عندهم شركة صغيرة كده على قدهم قرروا انهم يعملوا كرتون. وفي الفيديو ده انا جايب لك احسن كرتونات مستقلة، يمكن في كرتونات منهم اصلا علوا على كرتونات من شركات ضخمة عادي جدا. فمن غير ما اطول عليك، ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كمل الفيديو لاخره عشان اعرف الكرتون اللي انت بتحبه منهم، ويلا بينا نبدأ الفيديو ده. سيرك الرقم المزهر. تخيل كده لو صحيت الصبح لقيت نفسك جوه لعبه كمبيوتر قديمه من بتاعه التسعينات، الوانها مبهجه وفقعه بشكل يعمل عين، وفيها بلالين والعاب وبهاليل لحد هنا تمام. المرعب بقى انك مش فاكر اسمك ولا فاكر انت مين، والالعن من كده ان مفيش زرار خروج او اكزit، انت محبوس هنا للابد. الكرتون ده بيلعب بلعبه التباين الصادم. يعني ايه؟ يعني بيجيب لك شكل كرتوني طفولي جدا ويرمي جواه رعب نفسي ووجودي يخلي شعر ايدك يقف. الكرتون بيناقش فكره مرعبه، البني ادم لما يتحبس في مكان ملوش مخرج وكل اللي حواليه وهم، عقله هيستحمل لحد فين قبل ما يطق ويفوت. لما عقلك بيوصل لاخر طاقته في السيرك ده بتتجنن وبتتحول لوحش رقمي اسود ملوش ملامح اسمه المجرد. ومش هقول اسمه بالانجليزي عشان نص كومنتات بتقول لي حسن لغتك، فهنحاول نبعد عن الانجليزي شويه اليومين دول. المهم ان ساعتها بتترمى في الحفره ومحدش بيفتكرك. الكرتون ده بيخليك طول الحلقه على اعصابك مشفق على الابطال، وفي نفس الوقت بتضحك من قلبك على الكوميديا العبثيه اللي هم فيها. عندك بومني دي البطله الغلبانه اللي لسه واصله جديد، شكلها بهلوان وعينها طول الوقت مفتوحه على اخرهم من الصدمه والرعب. انت بتشوف العالم المرعب ده من خلال عينيها، تعبيرات وشها لوحدها تحفه فنيه تخليك عايز تدخل تحضنها وتقول لها معلش. عندك كين ده بقى المتحكم في السيرك، عباره عن ايه؟ فك اسنان استعراضي كبير جواه عينين طايرين في الهواء، ذكاء اصطناعي مجنون فاكر نفسه بيساعدهم وهو في الحقيقه بيعزمهم بمغامراته الغريبه. عندك جاكس الارنب البنفسجي المستفز ده بقى شخصيه توكسيك اللي في اي شله بارد ما عندوش ريحه الدم، بيحب ياكل ويكسف جبهتهم، بس من كتر كاريزمته هتلاقي نفسك بتعشقه وانت بتتفرج. فهل السيرك الرقمي حلو؟ مليون في المية. الكرتون ده مش مجرد حلقة بتشوفها وتعدي، دي تجربة نفسية. الموسيقى بتاعته لوحدها شغل عالي، دخلك في مود التوتر والبهجة المخشوشة كده في نفس الوقت. الانيميشن غريب ومتحرك بطريقة تخليك تحس ان الشخصيات مصنوعة من البلاستيك او المطاط، وده مقصود عشان يعيشك جوه اللعبة القديمة. حلقة واحدة منه هتخليك تقعد تفكر في الحوار وتدور على نظريات تحل بيها لغز المكان ده. والعمل المذهل ده من ابتكار فنانة مجنونة اسمها جوسي ووركس بمساعدة الاستوديو المعروف طبعا جليتش. والناس دي قعدت تفكر ازاي تدمج حنين الماضي برعب المستقبل، وطلعت لنا بالخلطة السحرية دي ميردر درونز. ادخل معايا بقى في مود السكاي فاي والاكشن المخروب. احنا هنا في كوكب ميت ومتجمد اسمه كوبر 9. البشر كان عندهم شوية آليين شغالين عندهم اسمهم الوركر درونز، والبشر بالخطأ فجروا كوكب ومات. فالآليين دول قالوا يا فتاح يا عليم وعملوا مجتمع لنفسهم وعاشوا في امان. لكن الشركات البشرية من بره كوكب ما عجبهمش الكلام ده، فبعتوا آليين سفاحين اسمهم الميردر درونز عشان يقطعوا الآليين الغلابة دول لحتت ويهدوا البيوت عليهم. الكرتون ده بقى عبارة عن جرعة ادرينالين صافية. لو بتحب قطعات الانمي السريعة اللي فيها طيران كده وسيوف بقى وصواريخ وتقطيع اطراف دمار، الكرتون ده معمول عشانك. بس الجميل فيه انه مش اكشن اعمى. الكرتون جوه لغز مرعب جدا عن فيروس او برنامج خبيث بيحول الآليين لكائنات مرعبة تبهدل الدنيا، وقصة فيها غموض كده يخليك دايما بتسأل مين اللي بيحرك الخيوط دي من ورا. عندك اوزي بنت آلية مراهقة متمردة لابسة كده ستايل جوتك اسود في اسود وبتكره كل حاجة. قررت ما تستسلمش بقى للموت وصنعت بندقية ليزر خضرة كده جبارة وعايزة تبيد البشر كلهم. شخصيتها مليانة طاقة وغضب مضحك جدا. عندك ان ده المفارقة الكبيرة في المسلسل، هو واحد من الآليين السفاحين اللي مبعوتين يقتلوا اوزي واصحابها، وعنده أجنحة والسكاكين حادة، بس من جواه هو عبارة عن جرو طيب بيموت في عمل الخير ومؤدب جدا وبيبقى محرج وهو اصلا بيقتل حد. مش عارف انا مين اللي بيتحرك وهو بيقتل حد. اوزي بتصاحبه وبيدخلوا مع بعض في مغامره جنونيه، وده من اجرأ الاعمال المستقله اللي ممكن تشوفها في حياتك. الانيميشن ثلاثي الابعاد بتاعه السريع لدرجه تخطف العين، واللقطات السينمائيه فيه معموله بحرفيه تخليك مش مصدق ان ده كرتون معروض ببلاش على اليوتيوب. الاجواء المظلمه مع الاضاءه النيون بتعمل ميكس بصري يبهرك. الكرتون ده كامل كله على بعضه 8 حلقات، يعني هتقعد تشوفه في قعده واحده ورا بعض، ومن اول دقيقه لاخر دقيقه مش هتحس بملل نهائي، والاكشن اللي فيه هيروقك على الاخر. اللي الف القصه دي واخرجها فنان اسمه ليم فيكرز، وهو مخرج بيعشق دمج الرعب النفسي مع الاكشن الحركي، والاستوديو وفر له كل الامكانيات عشان يطلع لوحه فنيه متكامله. دونت هاج مي اي ام سكيرد، وما تحضنيش عشان انا خايف. اول ما تشغل الكرتون ده هيتهيألك انك مشغل برنامج اطفال زي عالم سمسم او بوجي وطمطم على
شكلها لطيف، مصنوعه من القماش، الوان مبهجه، وقاعدين في بيت ظريف. الحلقه بتبدا بان في مدرس بيظهر لهم فجاه، مره ككشكول رسم، مره ساعه حائط، مره كمبيوتر، عشان يعلمهم حاجه مفيده زي الابداع او الوقت او الحب. لحد هنا كله تمام وطفل اللي جواك مبسوط. الصدمه بقى فين؟ ان في نص الاغنيه التعليميه اللطيفه دي الايقاع بيبدا يتغير، الالوان بتبقى كئيبه، وكلام بيتحول لشيء سريالي ومرعب جدا. العرايس بتدخل في حاله من الهلوسه والرعب، وبتشوف مناظر دمويه ومقززه تطلع فجاه من تحت الارض. الكرتون ده عباره عن تحفه رعب نفسي وجودي، بتنتقد التحكم في عقول البشر من خلال الاعلام بقى وبرامج الاطفال. بيحسسك ان الشخصيات دي محبوسه في برنامج اصلا تلفزيوني ملوش نهايه، وتحت رحمه مخرج سادي بيتسلى بتعذيبهم. مخك هيقف حرفيا وانت بتشوف الانتقال الرهيب من اللطافه المتناهيه للرعب كده الصافي. عندك الراجل الاحمر، وحرفيا ده اسمه كده، دي شخصيه عباره عن خيوط حمراء طويله وملوش ملامح، وبيتكلم بصوت رتيب وبارد جدا. هو الوحيد العاقل فيهم اللي حاسس ان في حاجه غلط في المكان ده، وبيحاول دايما يفهم اللي بيحصل ورا الكواليس. عندك الولد الاصفر، ده طفل غبي وساذج جدا، لابس سلبوته وزي العسل، بس للاسف هو اكتر واحد بيقع عليه العذاب والتعذيب النفسي من المدرسين المجانين. تعبيرات وشه لما بيخاف هتموتك من الضحك والرعب في نفس الوقت، ما تقوليش ازاي، روح اتفرج وانت تفهم. عندك البطه، بطه خضراء لابسه لبس شيك وبتتكلم بطريقه ارستقراطيه مثقفه، بس ساعات بتجيلها قفشات جنان وفوضى تخرب الدنيا خالص. ده مش بس جامد، ده اسطوره على اليوتيوب. بدا كفيديوهات قصيره مستقله ميزانيتها مليم، ونجح نجاح ساحق لدرجه ان قنوات التلفزيونيه كبيره جريت وراهم وعملوا منه مسلسل كامل. والاغاني بتاعته هتعلق في دماغك لدرجه انك هتلاقي نفسك بتدندنها وانت خايف. لو عايز حاجه تلعب بذكائك وتديك تجربه بصريه وفكريه مختلفه تماما، ده اختيارك الاول. والعمل ده من ابتكار ثنائي، اتنين مش واحد، بيكي وجوي، وهم اللي كانوا بيخيطوا العرائس دي بنفسهم ويحركوها كادر كادر في الستوب موشن، ورفضوا يبيعوا فكرتهم لاستوديوهات كبيره عشان يحافظوا على سوداويه وجنون القصه اللي هم عملوها بنفسهم. حلفه. بص، قبل ما تتكلم خليني اشرح. تعال نروح للجحيم نفسه، بس ما تخافش، الجحيم هنا قلب على كوميديا ومسخره. الكرتون ده بيدور حوالين شركه اغتيالات صغيره في العالم السفلي اسمها IMB. الشركه دي بيديرها شويه شياطين من الطبقه الدنيا، وفكرتها ايه؟ ان اي حد يموت وينزل للجحيم ويكون زعلان من حد في عالم البشر، ويزقوهم عليه الشياطين دول بياخدوا كتاب سحري ويطلعوه لعالم البشر يختلوا الشخص ده بابشع واضحك الطرق الممكنه. الكرتون ده للكبار فقط، ادولت انيميشن، لان في شتايم وعنف وقصف جبهات من اللي قلبك يحبه. بس المتعه الحقيقيه مش في الاكشن والدمويه، المتعه في العلاقات بين الشخصيات. المسلسل بقى مليان دراما حقيقيه ومشاكل نفسيه، وساعات وانت بتتفرج ممكن تدمع من كتر ما الشخصيات تحسها فعلا بشر مع انهم اصلا شياطين. وفوق كل ده المسلسل ده عباره عن مسرحيه اصلا موسيقيه متحركه، كل حلقتين تلاقي اغنيه اصليه جامده جدا تغنيها الشخصيه وتديك تفاصيل اصلا عن مشاعرهم. عندك بليتزو، ده صاحب الشركه، شيطان اناني نرجسي مجنون بيحب لفت الانتباه وبيعمل كوارث طول الوقت، بس من جواها شايل عقده نفسيه وخوف من انه يفضل لوحده. كاريزمته في الكلام لا تقاوم بصراحه. عندك موكسي وميلي، زوجين شغالين في الشركه. موكسي هو الخبير في الاسلحه، منظم وبيحب القانون، ودايما بليتزو بيتنمر عليه. وميلي هي مراته الشرسه اللي بتتحول لوحش مدمر لما حد يقرب من جوزها. بس هما الاتنين مع بعض فيهم انت جو الكياتا اللي انا ما بحبوش ده، فاهمه؟ عندك ستوليس، امير شيطاني من الطبقه العليا، عامل شبه البومه كده. ده بقى شخصيه دراميه ومعقده جدا، داخل في علاقه غريبه مع بليتزو وعنده مشاكل مع بنته ومراته، وصوته وطريقه كلامه فيهم كميه مشاعر وابداع فعلا هتسحرك بصراحه. من غير ما نكذب، ده التوب في مجاله حاليا. الانيميشن ثنائي الابعاد اللي فيه ناعم سريع وموبل للاعصاب، وتصميم العالم السفلي والطبقات بتاعته عبقري في تفاصيل تموت من الضحك. الكرتون ده بيتعرض بقاله سنين على اليوتيوب في مواسم متتاليه، وله قاعده جماهيريه بتهز الانترنت مع نزول كل حلقه جديده، ومن ابتكار فنانه معروفه بفيفزي بوب واللي عملت العالم ده كله من الصفر. وبالمناسبه المسلسل ده بيحصل في نفس العالم بتاع هازبن هوتل الشهير اللي نزل على امازون برايم، بس لو هتاخد نصيحتي ما تشوفوش الكرتون برغم انه للبالغين، بس حتى لو انت بالغ ما تشوفوش، لان كميه الافكار اللي فيه هتخليك تكرهه، وده اصلا هو السبب في اني ما كملوش. ايوه هو طب في حاجات كتير، بس لينا كمسلمين هو سيء جدا. يعني انت اصلا كنت قاعد بضحك عادي، بعدها لقيت نفسي مصدوم. لك ديسي، تعال نرجع بالزمن لورا تحديدا لسنه 1920 في امريكا، وقت ما كان في قانون بيمنع بيع الخمور، فظهرت عصابات بتبيعها في السر في خمارات تحت الارض. لحد هنا هتقول لي طب ما دي قصه فيلم عصابات عادي. الصدمه ان كل العصابات والبشر في الكرتون ده عباره عن قطط بتتكلم، بيمشوا على رجلين، ولابسين بدلات وفساتين شيك جدا. الكرتون ده الانيميشن فيه معمول بطريقه كلاسيكيه كده ساحره، تفكرك بافلام ديزني القديمه بتاعت زمان، بس
بس على قصه اكشن وعصابات ودراما حقيقيه. الاجواء كلها جاز والوان دافيه شبه لون القهوه والخشب القديم. الكرتون ده بيحطك في مود رهيب من المتعه البصريه، خناقات بالرشاشات القديمه، طردات عربيات في وسط الليل، وكل ده بتقدمه قطط برياكشنات وتعبيرات وش عبقريه تفطس من الضحك وفي نفس الوقت تخليك منبهر بحرفيه الرسم. عندك روكي، قط رصاصي نحيف شاعر ومجنون وعازف كمانجا، ده بقى قنبله الموقوته في المسلسل، بيتكلم باسلوب شعري وفلسفي طول الوقت وبيعمل مصايب وهو عنده طاقه فوضيه مش طبيعيه، بس دمه زي العسل مستحيل ما تحبوش. عندك فيركالز ابن عم روكي، قط برتقاني كده ودايما هتلاقيه مكسوف وبيخاف من خاله، لكن اول ما يمسك في ايده سلاح بيتحول لقاتل سايكوباتي مجنون بضحكه مرعبه ويقعد يضرب نار في كل حته. التحول ده لوحده كان بيخلينا نموت من الضحك. عندك ايفي، قطه شقيه وذكيه وبتحب المغامره، هي اللي بتدير الحركه في الخماره السريه وبتعرف تتصرف في المواقف الصعبه بقوه وجراءه. ده بالنسبه لي اعجاز بصري. الكرتون ده لما نزل منه الفيلم القصير اللي اسمه طيار على اليوتيوب، الناس جالها ذهول من جوده الرسم والحركه والاهتمام بتفاصيل القطط وحركاتها الحقيقيه المدموجه بتصرفات البشر. لو انت بتحب القصص الذكيه، الاجواء التاريخيه الشيك، وعايز تشوف انيميشن متعوب عليه بجد وكل كادر فيه ينفع كخلفيه لتليفونك، لاكاديسي هو اختيارك المضمون بصراحه. والعمل ده مبني اصلا على روايه مصوره او كوميك شهير جدا بقاله سنين، والفنانه اللي عملته قعدت مع فريق الانيميترز المستقلين يشتغلوا على الحلقه دي للسنوات عشان تطلع بالجوده السينمائيه الخرافيه دي. راما شاكل، انزل معاه للشارع والفوضى العارمه. كرتون راما شاكل ده بياخدك لمدينه غريبه قديمه ومقربعه اسمها اوك هافن. الابطال بتوعنا مش اصحاب قوه خارقه ولا بقى شياطين، دول 3 اطفال شوارع مشردين ومجانين عايشين يسرقوا ويدوروا في الزباله ويعملوا اي مصلحه عشان يلاقوا ياكلوا او يلاقوا مكان يناموا فيه. الكرتون ده بيديك طاقه شقاوه كده مش طبيعيه. الاسلوب البصري بتاعه فريد جدا، الرسم تحسه شخبطه كده فنيه مليانه حيويه وحركه سريعه جدا زي كرتونات زمان بتاعت كرتوناتك زي اد وايدي، بس بروح جديده تماما وموجهه لسن اكبر شويه. الكوميديا هنا عبثيه وسريعه، والمواقف اللي بيقعوا فيها بتبدا تافهه جدا زي انهم عايزين مثلا يسرقوا علبه تونه وتنتهي بكارثه وتدمير للمدينه كلها عادي. عندك سكيب، البنت الصغيره في الشله، كتله طاقه متحركه غبيه وساذجه جدا وبتتصرف قبل ما تفكر ودايما بتشوف العالم بشكل طفولي مبهج حتى بتسرق او بتجري من الشرطه. عندك ستون، الواد العاقل المكتئب والساخر في المجموعه، لابس كاب ومقفل على نفسه ودايما شايل هم غباء اصحابه وبيحاول يمنعهم من انهم يموتوا، وطبعا بيفشل وكل مصيبه بتيجي فوق دماغه هو. عندك فيني، ده اللي عامل نفسه زعيم العصابه والمخطط العبقري وهو في الحقيقه اجهل منهم، بس عنده الثقه في النفس تدرس وخططه دايما بتنتهي بانهم بيجروا عشان حياتهم. لو انت زهقت من الكرتونات النظيفه زياده عن اللزوم وعايز حاجه فيها فوضى كده وضحك سريع والشخصيات متبهدله بس تتحب من اول دقيقه، يبقى الكرتون ده معمول عشانك. الالوان بتاعته غريبه فيها كده ميكس بين الاخضر الفسفوري والرماديات، تديك احساس انك جوه كابوس، بس كابوس كده بيضحك. حلقه واحده منه هتعدل مزاجك وتفصلك وانت قاعد تتفرج. الكرتون ده وراه فنانه ومخرجه مبدعه جدا اسمها زيديا زي، بدات المشروع ده بجهود ذاتيه تماما وبدعم من الناس اللي حبت رسوماتها على النت لحد ما قدرت تطلع باول حلقه كامله للنور وكسرت الدنيا. طبعا مفتاح القرد، تخيل ميكس بين افلام الفضاء زي جاردن اوف جالاكسي والعاب التسعينات زي سونيك وستار فوكس، هو ده بالظبط كرتون مفتاح القرد. القصه بتدور في المستقبل حوالين طاقم سفينه فضائي غريبه الاطوار شغالين صائدي جوائز ومرتزقه وبيدخلوا في مأموريات ومغامرات مجنونه في مجرات بعيده ودايما بيقعوا في شر اعمالهم بسبب غبائهم وتسرعهم. الكرتون ده عباره عن جرعه نوستالجيا مراكز لكل واحد عاش طفولته قدام التلفزيون والعاب. الحركه فيه سريعه جدا وديناميكيه، حوارات مليانه افيهات وتلميحات لالعاب شهيره وقتالات الفضائيه سريعه وبتخطف العين. الكرتون مش بيضيع وقت في مقدمات بقى طويله، من اول ثانيه بيحدفك وسط الاكشن والانيميشن المناحه حيويه والوان نيون مبهجه جدا تفتح النفس. عندنا شون، ده بطل مسلسل وقرد ذكي جدا ومعدل جينيا هو كابتن السفينه. شون ده شخصيه كاريزمته مجنونه، فاكر نفسه اذكى واحد في كون ودايما بياخد قرارات متهوره بتودي طاقم في داهيه، بس في الاخر بيعرف يتصرف بذكاء وطريقته الغريبه. عندك بيكا، المساعده البشريه لشون في السفينه، هي بقى صوت العقل وسط الجنون ده، قويه بتفهم في التكنولوجيا والاسلحه ودايما هي اللي بتصلح الكوارث اللي شون بيعملها، وعلاقتها بشون وخناقاتهم مع بعض هي اصلا احلى حاجه في المسلسل. عندك الشرير سليج، كائن فضائي غريب ومضحك جدا بيحاول دايما يوقفهم او يسرق منهم الجوائز، بس خطته دايما بتقلب بكوميديا كده وانت بتتفرج. الكرتون ده بيتميز بان الانيميشن بتاعه ثلاثي الابعاد بس معمول باسلوب اسمه السيل شيدنج، بيخليه شبه الرسوم المتحركه الثنائيه الابعاد او الانمي، وده مديله شكل فريد ومميز جدا عن اي كرتون تاني على اليوتيوب. لو انت بتحب المغامرات الفضائيه الخفيفه
الخفيفه والضحك السريع والاكشن اللي شبه العاب الفيديو، الكرتون ده هيسليك جدا وهيغير مودك في ثواني. العمل ده من ابتكار فنان ومصمم انيميشن عبقري اسمه جوس هين بالمر. الراجل ده قعد سنين يشتغل لوحده وبمساعده مجموعه صغيره من اصحابه عشان يصنعوا العالم ده حبا في الانيميشن اصلا، وقدروا يطلعوا بحاجه جودتها تنافس الاستوديوهات الكبيره ومن غير اي تمويل ضخم. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش بقى تدعمني لايك واشتراك والحاجات دي، ولو بتسالني عايز تشوف الكرتونات دي فين فكلها موجوده على اليوتيوب عادي. ولو عجبك الفيديو يبقى كده هيعجبك الفيديوهات التانيه. خد لك لفه كده حلوه في القناه لحد ما انزل فيديو جديد. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله في حفظ الله.